عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير. قبل ما نبدأ الوصفة انا جايبه لكم وصفة حلوة جدا، بس اتمنى تصلوا على سيدنا محمد وتفرحوني باللايك والاشتراك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايبه لكم وصفة حلوة جدا عن تجربة بجد هتفرق معاكي. طبعا كلنا خارجين بقى من رمضان والعيد والرنجة والكلام ده كله، فاكيد خارجين كلنا وزننا زايد. الوصفة دي يا بنات لو اتبعتيها بجد هتخسي، وهتخسي يعني بايه، بفرق. يعني هتحسي فعلا ان انت خاسه، وهتحسي طبعا في الميزان لو وزنت نفسك قبل وبعد، لا هتلاقي ما شاء الله في فرق حلو جدا. بس جربي معايا الوصفه دي. بصوا يا بنات، الوصفه دي عباره عن تجربه، يعني عباره عن شاي اخضر كده، هتاخدي منه معلقه. ده اللي هو الشاي المعبد، او اي حتى باكت شاي ليبتون، مش شاي اخضر عادي. وهتجيبي على كوبايه ميه كده وتاخدي منه ايه، معلقه. تمام كده. وهتاخدي هنا نص معلقه قرفه، او اللي هو القرفه العيدان، هتاخدي مثلا منها نص عود اهو يا بنات كده. هتاخديهم ايه مع بعض، هترفعيهم على النار وبعد ما هيغلوا معاكي، هتاخديهم طبعا، هتغطي عليهم وتسيبيهم يعني ايه وهم بيغلوا كده، عشان بيبقى فيه زيوت طياره في القرفه. فانتي هتغطي على المشروب ده تماما. وبعد كده هتروحي مصفياه. انا هوريكي دلوقتي بعد ما اغليه هتصفيه، وهتشربيه لما يدفى، ما يبقاش بارد. المشروب ده يتاخد دافي يعني او سخن شويه. هتاخديه امتى؟ هتاخديه بعد الاكل بساعه، عشان طبعا تستفادي بالاكل. بصوا يا بنات، المشروب ده حلو جدا، حلو جدا للكوليسترول. بينزل كمان اللي هو محيط البطن. لو انت حاسه بزياده في البطن، لا ده مع الاستمرار هيخفي معاكي البطن تماما، وهتحسي بفرق كبير قوي. بس استعمليه وباذن الله هتخسي من 5 ل7 كيلو في الاسبوع باذن الله. بس تابعي الوصفه دي مرتين في اليوم يا بنات، بعد الفطار بساعه وبعد الغدا بساعه. يا ريت بقى تفرحيني باللايك والاشتراك. طبعا هي كده الوصفه خلصت. هغلي المشروب ده على النار وارجع لكم تاني.